السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى من الجميع أن يكونوا بخير وفي حالة جيدة. موضوعنا اليوم هو شهادة امتحان البكالوريا 2024. كما راكم تشوفوا في الشاشة، هذا هو برنامج الذكاء الاصطناعي. رايحين نسألوا برنامج الذكاء الاصطناعي عن كيفية فهم الدروس في 10 أيام فقط، يعني الغير محضرين أنفسهم لامتحانات شهادة البكالوريا 2024. هل يمكنهم في 10 أيام أن يتحصلوا على معدل 10 وما فوق؟ بالنسبة لنا هذا الموضوع يكون تحفيزي لجميع الطلاب. ربي يوفقكم. اللي مبداش مازال كاين الأمل. تقدر تبدأ، تنظم وقتك. بالفعل كما نعرفوا الذكاء الاصطناعي راح يساعد أي شخص يريد الدراسة أو أي موضوع تريد البحث عنه. يساعد كثيرا. أنا شخصيا ساعدني في عدة مواضيع. قبل ما نبدأ الشرح، كما تعرفوا قناتنا مواضيعها هي الهجرة، يعني الهجرة إلى الدول الأوروبية وكندا. نتمنى منكم الدعم، تحفزونا. بإذن الله راح نديروا برنامج لعدة فيديوهات نتحدثوا فيهم بعد امتحان شهادة البكالوريا. اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا كيفاش يسجلوا في المعاهد وجامعات كندا، وأيضا في الدول الأوروبية مثل إسبانيا وحتى فرنسا وألمانيا وبولندا وروسيا ورومانيا وحتى هنغاريا، للمتحصلين على شهادة البكالوريا ولغير متحصلين على شهادة البكالوريا. تحدثنا من قبل كما تروا في الشاشة، تحدثنا عن الجامعات التي لا تتطلب امتحان لغة، يعني تقدر حتى وانك ما تعرفش اللغة الفرنسية او اللغة الانجليزية يمكنك التسجيل وتبدأ دراسة اللغة سنة، وبعدها تبدأ دراسة الاختصاص التي تريد دراسته. ايضا تحدثنا عن الجامعات التي لا تقبل شهادة البكالوريا، يعني بتقني سامي. بشهادة تقني سامي يمكنك دراسة ليسانس في جامعات الكندية وحتى الجامعات الروسية. سوف نتحدث بعد امتحان البكالوريا بإذن الله عن كل المعاهد والجامعات في كل الدول، ابتداء من أرخص معهد وجامعة إلى الأغلى، يعني يكون في متناول الجميع الذين يريدون الهجرة والدراسة خارج إفريقيا على العموم، يعني في الجزائر أو المغرب أو حتى تونس. بإذن الله سوف نتحدث عن جميع الجامعات والمعاهد. وربي يوفقكم. ونبدأ على بركة الله. موضوعنا اليوم رايحين نسألوا كما قلت في عنوان الفيديو، كيف تتحصل على 10 في مدة 10 أيام فقط. يعني نطرح سؤال، راح نخليكم رابط موقع الذكاء الاصطناعي والتسجيل فيه. أعتقد أنه حاليا مفتوح، يعني كما ترون أنا مسجل أكثر من عام من بداية فتح البرنامج. على بركة الله نبدأ. كيف يعني تقدر تسأل أي أسئلة تكون منطقية، والسؤال الذكي يأتي بالأجوبة الذكية باقتناع، يعني معدل لكل الذين يريدون معدل 10 فما فوق. نتمنى لهم كل التوفيق. في مدة 10 أيام فقط. كما راكم تشوفوا في الشاشة، الحصول على معدل 10 في امتحان شهادة البكالوريا في 10 أيام قد يكون تحديا، لكنه ليس مستحيلا. إليك بعض النصائح لتحقيق ذلك.
تحديد المواضيع الرئيسية. قم بتحديد المواضيع الرئيسية التي ستظهر في الامتحان وركز على دراستها بشكل أساسي. تنظيم الوقت. حدد جدول زمني يومي. عفوا هو لا نعم أكمل البحث. كما قلت تنظيم الوقت. حدد جدول زمني يومي يتضمن عفوا يتضمن وقتا كافيا لدراسة كل موضوع. قم بتقسيم الأيام بشكل مناسب بحيث يكون لديك وقت كافي لاستيعاب المعلومات ومراجعتها. الاستفادة من المصادر المتاحة. استخدم الموارد المتاحة مثل كتب الدراسة والمواقع الإلكترونية والملخصات لتوفير الوقت وتسهيل عملية الدراسة. التركيز على الفهم بدل من الحفظ. حاول فهم المفاهيم بدلا من مجرد حفظ المعلومات. هذا سيمكنك من الاستفادة أكثر من المواد التي تدرسها وتطبيقها بشكل أفضل في الامتحان. مراجعة مستمرة. يعني تقوم بمراجعة المواد التي درستها بانتظام لضمان الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة. تدريب على امتحانات السابقة. يعني هذه النقطة أنا ننصح بهم كل من يريد مراجعة لشهادة البكالوريا. لا يهم الوقت الذي بقى، يعني من اليوم، من أنت تشاهد الفيديو الآن، من الآن حتى وقت امتحان شهادة البكالوريا لا تفقد الأمل. يعني عليك التركيز على الفهم بدل من الحفظ. يعني تكون ذكي، خاصة المواد الأدبية، الاجتماعيات والشريعة والأدب العربي. حاول أن تفهم أكثر من أن تحفظ. تكون هناك طريقة لكسب الوقت. أيضا تدريب على الامتحانات السابقة، يعني على شهادات البكالوريا السابقة. كل السنين الذي قبل امتحان شهادة البكالوريا 2024، كل السنوات الماضية، يعني تقوم بمراجعة والتدريب وحل الامتحانات كما أشار الذكاء الاصطناعي بحل الامتحانات السابقة لفهم نوع الأسئلة التي قد تواجهك في الامتحان الفعلي وتحسين مهارات الاختبار الخاصة بك. الراحة والتغذية الجيدة. أكيد تأكد من الحصول على قسط كافي من النوم. يعني تنام ساعات 8 ساعات طبيعية. وجبات صحية متوازنة للحفاظ على تركيزك وطاقتك أثناء فترة الدراسة. التوجيه والدعم. لا تتردد في طلب المساعدة من المعلمين أو الزملاء في الدراسة إذا كنت بحاجة إلى توجيه إضافي وشرح لأي مفهوم. هذه النقطة أنصح بها وبشدة. يعني أي شخص لديه معلومة تريد أنت أو تجدها تفيدك في امتحان شهادة البكالوريا، قم بسؤال أي أستاذ أو حتى من فات بامتحان شهادة البكالوريا قبلك. أيضا اطلب المساعدة من أي شخص لديه مستوى أعلى من شهادة البكالوريا، يعني أو لديه خبرة في شهادة البكالوريا. الثقة في النفس. أكيد أمن بقدراتك على تحقيق النجاح وكن إيجابيا خلال فترة الدراسة وأثناء الامتحان. الممارسة والتحفيز. حافظ على الالتزام والمثابرة خلال 10 أيام الذي ذكرناها نحن في 10 أيام. واحرص على مكافأة نفسك بعد كل جهد تبذله لزيادة التحفيز والتشجيع على المضي قدما. هذه مثال ممكن على مكافأة نفسك. يعني بعض الأمثلة، مثلا أنت تحب نوع من أنواع الفاكهة، يعني كل ما تدرس مادة مثلا لا تستهين بالأمر. نصيحة من أخ كبير لكم، لا تستهين بالأمر. يعني 10 أيام أو أقل من 10 أيام يمكنك الدراسة، صدقوني. يعني فقط أن تثق بنفسك. أكد لي على هذه النقطة. تثق بنفسك، تكون لديك ثقة بالنفس وتأمن بقدراتك. هذا هو موضوعنا اليوم. بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله بعد امتحان شهادة البكالوريا سوف نتحدث على جميع طرق الهجرة إلى دول أوروبية وكندا، من الأرخص إلى الأغلى، يعني تكون في متناول الجميع. نتمنى منكم تخلونا متابعة للقناة لأنها القناة جديدة. للأسف قناتنا الأولى تمت سرقتها من طرف مجهول، ولكن بفضل الله فتحنا هذه القناة. كما ترون نحن نتحدث على جميع طرق الهجرة إلى دول أوروبية وكندا. وكما وعدناكم بإذن الرحمن بعد امتحان شهادة البكالوريا، حتى المتحصلين على شهادة البكالوريا والغير متحصلين على شهادة البكالوريا، يعني بمستوى ثالثة ثانوي، يمكنك الدراسة في الخارج، في كندا أو حتى في الدول الأوروبية. سوف نتحدث على جميع المعاهد وعلى معاهد دراسة اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وحتى الإسبانية. نتمنى لكم التوفيق
ونتمنى منكم أن تدعمونا، وشكرا لكم.